طيبة بنت عراقية كانت تسكن محافظة الديوانية. أخوها الأصغر منها كان يغتصبها وبشكل مستمر قدام تجاهل وتغاضي عائلتها، رغم فما كان عندها حل غير أنه تترك العراق وعائلتها اللي اتمسكت بأخوها مقابل كم الظلم اللي تتعرض له. طيبة تم استدراجها ببارد وقتلها هي ونايمة وأبوها خلقها. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة بإذنه طيبة، وذلك أمس بسبب والدها قتلها خنقا وهي نائمة، وتم القبض عليه في مخبر الديوانية. الآن تأكد الخبر من الجهات المختصة. ولهذا اليوم انا ما راضي. المفروض انت اكثر واحد ترضى، لان تعرف ابنك شو مسوي فيا. انا بغيت لا هي سهله 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 بابا سهله، اخوي نام فوق هاي سهله. نام ابوي ما تبي تعيش مو مسكره. بس بالعراق اعيشك بالعراق. طلعني اعيشك بالعراق، بس مو الكرار. لا والبسط عوف البسط عمي، انا بسط هذا كلها هاي سوالف جهال ورجال ذكوري، اوكي هاي بسط كلها عادي زين. بس ما يجيني يقول لي انت طالعه على مود هاي، لا هي سهله يعني بابا انت عندك سهله. لا انت مو على مود انت عندك سهله. لا تريدين راحتك، تريدين هي راحتي بعيد عن ابنك، راحتي بعيد عن ابنك بابا. راحتي وين؟ راحتي بعيد عن ابنك، راحتي مو ويا ابنك. ابوي صدق يحكي يعني يجي الموضوع حين عنده يعني. شوفوا مش حل الموضوع. اي بابا حيدر خليه ياخذ مرته ويطلع. اي انا اطلع وانتي تصرفي. اي هاي علاش ابوي بنفسه اللي قال اني ادري كرار مسويها ومتحرش بيك، وانت بنفسك قلتوها، بس قلتوا نتناسى. قلتوها لو لا يمه؟ قلناها صح لو لا؟ حيدر طلعي حيدر. اقول لك والله العظيم لا خايف منك ولا خايف من اكبر. يا سفة قندرة وتهددين مثلا وحاسبه روحك انت هسه على البشر وما اعرف يعني قندرة لازم تدشين وش عندك؟ ايش عندك شيء؟ ايش عندك قوه تريدين تستخدميها وش تريدين تسوين؟ سوي شنو اللي يطول بيدك سوي انت والقندرة زين. وما اعترف بيك، ولو اريد اسوي شيء اسويه غصبا عليك. اوكي اني غلط انت صح. يلا اني غلط انت صح. لحظه صح. هاي امي قاعده انت تخابر قدام امي. يا يوم خابرتني قلت لي بابا طيبه مشتاق لك، اذا ما تخابرني لو على مشروع لو على مود رجعه لو على مود شغله. قول لي هذا اليوم يا طيبه انا رجعت من الشغل مفكر بيك وخابرتك قلت لك بابا انا مشتاق لك، انت خابرت قبل لا انام. قول لي يا يوم قلت لي طيوبه، يا يوم قلت لي معلاوي نفس ما كنت تقول لي قبل لا يكبر ابنك. يا يوم بس قول لي اعطيني هذا اليوم. انا غلط وانت صح حبيبتي. بابا انت ليش ما عندك هاي الحكايه؟ انا غلط. لا شو اسوي لك؟ لان انت انت غلط الساعه اللي قاعد ابنك فيها وياك تصممين علي. انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. حبيت أطلع بهذا الفيديو عشان أكذب كل شيء عم يطلع عن طيبة، إنه عم يحكوا إنه هي مهزومة هي هربانة من هالحكي. أول شغلة طيبة ما انهزمت وما هربت ولا بحياتها هربت من أي حدا. بالنسبة لموضوع تأخير زواجنا أنا وطيبة، اللي إحنا بالأصل كنا قاعدين فاتحتها أنا وياها بالتليفون مع أبوها يوم كانت أمها موجودة بتركيا. الحكي مشي 8 شهور، ورجع أبوها راح هو وناس معه من العراق على سوريا، تقابلوا أهلي بسوريا وكان في شهود وقرأوا الفاتحة وطلبناها رسمي وتمت مباركة. بعد منا سبب وفاة أمي الله يرحمها ويرحم أمواتنا أجمعين ويرحم طيبة، تأخر موضوع زفافنا أنا وطيبة. كنت مخطط له ل5/2 بعيد ميلادها. فهي موضوع كأس الخليج يوم تفازت العراق، شفت الفرحة بعيونها وحكيت عليك الله بدي اروح اشوف العراق، حابة اطلع اشوف العراق. قلت لها تكرم عيونك، وحبيت تريح عن نفسها بعد الضغوطات اللي عاشتها وخصص اخر فترة. فنزلت وصار اللي صار، ولولا ما صار هذا الشيء نحن كان موعد زفافنا
ب5 الشهر. وكل شيء طبعا هذا بيكون يكرهون الحب، يكرهون الحياة، يكرهون الورد، يكرهون النساء، يكرهون النور، يكرهون السلام، يكرهون الحب، يكرهون الحياة، يكرهون الورد، يكرهون النساء، يكرهون النور، يكرهون السلام.